هذا الجانب ركزت عليه الهيئة من خلال أنها تناولت ملف الضحايا الذين ينتمون إلى منطقة الصحراء على قدم المساواة، خاصة أنها استلمت ملفاتهم، عالجتها من خلال البحث، من خلال التحري. لكن بقت هنالك أمور ثارت حافظة البعض، تمثلت أساسا خاصة في مستوى التعويض المادي الذي ارتآه أن البعض أنه لم يكن كافي مقارنة مع ضحايا آخرون لم يقضوا نفس المدة، وأيضا ربما تعرضوا للمحاكمات خاصة متعلقة بأحداث الانقلابين الأول والثاني التي عرفهم المغرب في 1971 و 72. هذا من جهة. من جهة ثانية مسألة جلسات الاستماع، حيث كان من المقرر أن يتم عقد جلسة للاستماع ربما في مدينة الطنطان أو العيون، ولم يتم عقدها. هذا أمر أثار حفيظة الكثيرين واعتبروه نوع من الحيف من طرف الإرهاب. بالإضافة إلى أن هنالك ملاحظة سجلت بقوة أن الهيئة المكونة من 17 شخصا لا يوجد فيهم إلا شخص صحراوي واحد، والسيد ماء العينين قاضي محكمة الاستئناف سابقا في مدينة العيون ورئيس أظن المحكمة، هو شخص مشهود له بالمصداقية، مشهود له بالكفاءة والقدرة. لكن الجسم الحقوقي كان يطالب أن تكون التمثيل أكثر، خاصة من طرف الناشطين الحقوقيين الذين كانوا يطالبون أن يكون لهم وجود داخل الهيئة حتى يمكن تمرير وتصريف مطالبهم داخل هذه الهيئة. هذا لجهة. من جهة ثانية هذه التجربة لم تركز على قضية جبر الضرر، خاصة في أماكن الاعتقال، حيث تم القيام بقوافل إلى منطقة أقدز ومنطقة قلعة مكونة وتزمة مارت، في حين أن هنالك أماكن اعتقال في الصحراء لم يتم رد الاعتبار لها كذاكرة حية، ولم يتم الاهتمام بها كمراكز للذاكرة، حيث تم تحويل مجموعة من المناطق إلى مراكز للثقافة وللمعرفة، ومراكز أيضا لتذكير الناس بمواقع في الماضي. هذا من جهة. من جهة ثانية فأن أي ذاكرة اجتماعية، أي ذاكرة جماعية تستدعي الحفاظ على المادي واللامادي، وأيضا تستدعي أيضا رد الاعتبار حتى للبشر والشجر والحجر، خاصة أن منطقة الصحراء عرفت في وقت من الأوقات بأنها تحتوي على مجموعة من الآثار القديمة، خاصة النقوش والكتابات الصخرية، والتي تم العبث بها وإتلافها وسرقتها. وهذا أمر حقيقة يحز في النفس، وهو أمر يجب أن يتم رد الاعتبار له، ناهيك لأن المنطقة بفعل عملية الحرب وعملية ما حدث في سنوات السبعينات والثمانينات لم تعد فيها الكثير من الحيوانات والوحيش، وهذا أمر يهدد خاصة الحياة البرية بالمنطقة. بالإضافة إلى ذلك إلى أن الكتابات لها دور كبير جدا في المكاشفة، في النقد، أو في مراجعة ما وقع، أو مراجعة أيضا الذات الإنسانية للأخطاء. لذلك أوجه دعوة إلى كل الحاضرين: كفانا من التواطؤ الصامت على الذاكرة الجماعية في الصحراء. كيف؟ يجب أن نبوح بما حدث، يجب أن نسجل ما حدث، يجب أن نتعامل مع ما حدث بنوع من الجرأة، بنوع من الوضوح، بنوع من المصالحة مع الذات، لأن ما يحدث الآن في المغرب من الدستور الجديد فهو يضمن حماية للحقوق والحريات، ناهيك أيضا إلى أن ما تم تضمينه في التوصيات هو موجود في هذا الدستور. وأحيلكم فقط على تجربة لمستها عن قرب في منطقة الريف، وهي إحياء الذاكرة. الناس هنالك بذلوا عمل شاق وعمل جبار وعمل كبير، حيث أنهم قاموا بتدوين كل ما حدث، قاموا بالطباعة، قاموا بعقد ندوات، بعقد لقاءات، ولقوا دعم خاصة المجلس الاستشاري حقوق الإنسان. وأؤكد من هذا المنبر أن المجلس الاستشاري حقوق الإنسان ليس لديه مشكلة فأن يقدم المادة الخام، لأن عرضنا الموضوع عليه سنة 2010
وأبدى ترحيبا بأنه مستعد للتعاون. ناهيك أيضا على المجالس الجهوية، وأشيد من هذا المنبر أيضا المجلس الجهوي لحقوق الإنسان في العيون أيضا أبدى تعاون كبير على الاشتغال على موضوع الذاكرة وأيضا دعمه والاهتمام بها. وكان آخر عمل له أنه قام بالإشراف على نشر رواية لشاب صحراوي اهتمت بميدان الحقوق، ميدان الاعتقال السياسي من جانب معين، وهو نوع من التشجيع. لذا نحن الآن مطالبين كشيوخ، كشباب، كرجال، كمعتقلين أو كسابقين، كباحثين ومهتمين، أن ندون هذه الذاكرة، أن نعيد للاعتبار الإنسان، نعيد الاعتبار للمكان. وحقيقة أنا المداخلة طويلة جدا، حاولت أن أشاطركم بعض الشذرات التي تناولتها في هذا الموضوع، وأستسمح على الإطالة. وحقيقة أشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله.